السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة بقى عملت لكم كيكة الوردة او كيكة الزجاجة بطريقة سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفينها كده. الطريقة تعجبكم جدا، الطريقة جميلة وشكلها رائع رائع رائع. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة لو بتشوفوني لأول مرة، ويلا بينا نروح نشوفوا المقادير بتاعتنا. هنجيبوا بولة كده وهنضيفوا عليها 3 بيضات، وهننزله هنا بكوباية من السكر، ونضربهم في بعض لحد ما البيض والسكر كده يندمجوا مع بعض ويعملوا فم كده، ويبقى ايه يعني ايه ضربة حلوة زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده هنزل بقى بالفانيليا بتاعتنا، وبرضو اخدها برضو كمان ضربة بالمضرب الكهربائي. لو ما عندكيش مضرب كهربائي ممكن تضربيها في الخلاط، بس المضرب يعني كهرباء، مضرب البيض ده بيعمل يعني ايه شغل جامد كده. وبعد كده هقوم نازلة هنا بنص كوباية من الزيت، وبرضو اضربها كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى ابدأ اجيب ايه الدقيق بتاعنا اللي هنزل بيه، والدقيق مقداره 2.5 كوباية من الدقيق، وهحنزل عليهم بوباكو من الكيك شيف اللي قدامكم دوت، او اي نوع بيكنج باودر تحبوا تستعملوه. وابدا بقى اقلبهم مع بعض كده، كله كده مع بعضه. تحسي ان يعني ان الكيك بتاعنا بدأ يتقل كده وسمكه تقيل قوي اهوت. ما تقلقيش خالص، هيبقى زي الفل ان شاء الله كده اهو، لغايه ما الدقيق كله امتزج كده مع المواد السائله بتاعتنا. هنجيب بقى كسرولة كده او اي حاجه هنحط فيها هنا كوبايه من الحليب، وهنزل ب 125 جرام من الزبده، وهسيحهم على النار، يعني احطهم كده يسيحوا مع بعض على النار كده، الزبدة مع اللبن. وما تخافيش ان هو سخن او بيغلي، بالعكس ده هيدي للكيكة بتاعتنا طراوة وهيشان. بصراحة هتبقى كيكة جميلة جدا وهتبقى خطيرة فعلا يعني اهوت. وتقلبوا بقى كويس جدا وفي اتجاه واحد، يعني ايه ما ينفعش تعملوا مرة يمين مرة شمال، لا كله يبقى في اتجاه واحد معانا، واحنا قلنا كده قبل كده في عمايل الكيك كله اتجاه واحد اهو. وبكده الكيك بتاعنا بقى جاهز. هجيب بقى بولة تانية او اي حاجة تانية كده، هو هقسم المقدار على نصين اهو. نص بقى هخليه ابيض زي ما هو، والنص التاني هنعمله ايه بقى، هنجيبه هنا 4 معالق من الكاكاو، وهنزل عليهم بشوية من اللبن البارد اهوت. تنزلي بشوية بشوية يعني على اللبن كده، يحتاج لبن تاني تحطي كمان شوية لحد ما توصلي للسمك بتاع الكاكاو اللي انتوا شايفاه قدامكم ده اهو. اقوم انا نازله بقى ايه على الجزء اللي احنا قسمناه نصين، ان احنا خدنا نص ابيض هنخليه ابيض زي ما هو، والنص التاني دوت اللي احنا حطينا عليه الكاكاو بتاعنا، طبعا هو كاكاو خام، ويعني ايه حلناه وفكناه كده بشويه من اللبن البارد اهو. نقلب كل ده كده مع بعضه. وبكده بقى عندنا هنا النصين الابيض والبني اللي هو الكاكاو بقوا مجهزين. عندي بقى هنا اي ازازة او اي حاجة يعني ايه هتقطعيها كده بالشكل ده، عشان هي ديت اللي هتعمل لنا شكل الوردة. على فكرة انتوا ممكن تعملوها من غير الازازة، بس الازازة بتخليها في حتة تانية خالص. بصراحة عملت لي الوردة حلوة قوي. طبعا انا جبت الصينية بتاعتي اللي انا مبطناها بزيت ودقيق، وابدا انزل بقى ايه بالكيك بتاعنا اهوت. انزل بشويه ابيض وشويه بني اهوت كده بالشكل ده اهو. شويه ابيض وشويه بني، شويه ابيض وشويه بني اهو كده بالشكل ده كده اهو. شوفوا الشكل عامل ازاي، بصراحه خطير. وهنعمله بقى كل الكميه كلها لحد ما تخلص الابيض ويخلص البني، وتبقى الكيك بتاعنا جاهز زي ما انتوا شايفينه كده.
وطبعا انا هكون مولعة الفرن بتاع البوتاجاز قبليها، يكون على الفرن ساخن. واول ما هدخلها اسيبها برضو زي ما احنا متفقين، بنسيبها اول دقيقتين كده، وبعد كده بنخلي درجة الحرارة 170 او 180 حسب درجة فرنك. ما عندكش درجات حرارة بتخليها ايه يعني ايه وسط كده. وبعد كده نقوم جايبين الخلة ومشكلين الوردة زي ما انتوا شايفينها كده. وعلى فكرة لو انت عايزاها عالية ومرتفعة معاكي ممكن تحطيها في صينية اصغر من كده. انا حطاها هنا في صينية مقاس 30، هتبقى مرتفعة وجميلة وارتفاعها جميل جدا، وهتدي يعني تبقى مفرودة شوية اهو. وتشكليها بقى زي ما انت شايفاه كده، التشكيلة اللي عجباكي بصراحة شكلها خطير جدا جدا. وهروح ادخلها الفرن، وبعد ما تطلع الفرن هسيبها تقريبا تلت ساعة وهوريها لكم ان شاء الله. وادي الكيك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. انا ليه سبتها تلت ساعة؟ عشان انا حطاها في صينية كبيرة يعني مفرودة، فعشان كده مش عالية معانا قوي، عشان ما تبقاش ايه ما فيهاش يعني ايه كمية كيكة كتيرة، لا يعني مفرودة في الصينية. وطبعا هنختبرها بالخلة بتاعتنا، طلعت نضيفة الحمد لله، يبقى هي كده استوت اهوت. ونبدأ بقى نقطعوها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة تقطعها بقى مربعة قطعي القطع مربعة، عايزة تقطعها قطع مكعبات قطعيها. انما أنا قطعتها سمبوكسات كده، انا حابة الشكل دوت علشان مع الوردة بصراحة يبقى جميل قوي اهو. شوفوا اهو نطلعوا قطعة كده بسم الله ما شاء الله. انا شايفة ان الارتفاع بتاعها ده مناسب جدا 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 لل للكيك اهو. بصوا اهو، شوفي هش وطري بسم الله ما شاء الله، وشوفي منظر الكيكه عامله ازاي، وشوفي بسم الله ما شاء الله من جوه عامله ازاي. وبصوا هشه وطراوه، بصوا طعمها خطير جدا جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.